مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. واليوم راح أقول لكم قصة إسماعيل محمد ولد عمي، شنو صار معاه بالغزو وهو ما عنده أولاد ما عنده بنات. في يوم من الأيام يو العسكر يبوقون سيارة بتيرانهم، يبوقون توائرها ما شنو، وقوم المقرود روح بلغ عليهم. صار بين العساكر مناشبة وراحوا نص ساعة. يا السيارة العسكرية أخذت إسماعيل ودته المغفر اللي يمنه. بدشيته من المغفر، من اللي شاف هذا الحارس مال الآمر مال القوة، راح قال حق باسل مال الأرمل، قال هذا ابن عمو عبد الله ماسكين الاستخبارات. طلع كان يقول عوفه. شبيه هذا؟ ماش قال اقول لك عوفه. هدوا من الباب الوراني ودخله من الباب القدامي. تكرم طلعت تكرم باسل بيروح الحمام، شافهم داخلينه، قال انا ما قلت لك عوفه، انا قاعد اقول لك عوفه عوفه، وانا امس يمكن امس انا عادم الامر مالك، هسه عدمك عوفه. وكل نص ساعه راح اطرش له دوريه البيت اشوفه موجود او مو موجود. هدوا اسماعيل العود الله يرحمه يعني يرجف. ابو عبد الله صار معي واحد اثنين ثلاث، طبعا هو اللي مسولف لي القصه اللي صار معه، انا ماني موجود، هو مسولف لي القصه. وقال لي الحين بمشي لان ما عندي بنات انا وهذول خافيون ياخذوني من. قلت له مدام طلعوك ما حد ياخذك اقعد. وقعد الله يرحمه للتحرير لين توفى من فتره الحين الله يرحمه. ومساكم الله بالخير والله يعطيكم العافيه، ويا هلا ويا مرحبا وكل الهلا.